عليكم طلبة الصف الأول الإعدادي. ده الجزء التاني من فيديو المراجعة اللي احنا اتفقنا ان احنا فيه هنراجع على اليونت الأولى. هنكمل مع بعض. اللي ما شافش الجزء الأولاني يقدر يرجع له. احنا كنا وصلنا لغاية السؤال اللي احنا هنقوله دلوقتي. هو برضو عبارة عن زي problem كده، هنشوف هنقدر نحلها ازاي. An element its atomic number is 11. هذه أول معطى عندي أو أول معلومة عندي. الatomic number is 11 and its mass number is 23. طب إيه المطلوب؟ سهل قوي. أول حاجة number of electrons. إحنا عارفين إن الatomic number لسه قايلينها برضو في البروبلمز اللي فاتت، في الفيديو اللي فات. الatomic number equal the number of electrons equal the number of protons. طب هو مديني الاتوميك نمبر بتاعت هذا الاليمنت ان هو 11، فبالتالي number of electrons عندي هو 11. طب والنمبر of proton the same برضو 11. طب النمبر of neutrons، طب انا هجيب النمبر of neutrons منين؟ احنا عندنا قلنا ان الاتوميك number of electrons and equal number of protons. طب الماس نمبر دي اللي هو قال ان هي equal 23. طيب الماس نمبر فاكرين كانت بتتكون من ايه في الرول بتاعتها؟ بتتكون من ان هي ناتج مجموع sum of number of protons plus number of neutrons. تمام؟ يبقى انا عندي هنا هو الماس نمبر هي عبارة عن number of protons plus number of neutrons. طب أنا عندي الإيكويشن دي equal 23. طب 23 equal number of proton اللي احنا قلنا كام؟ 11 زائد number of neutrons إن أنا عايزة أعرفها، فبالتالي number of neutrons هتبقى equal كام؟ 23 minus 11 equal 12. يبقى number of neutrons equal 12. وبكده تبقى البروبلم عندي اتحلت بمنتهى السهولة. احنا بس once ان احنا نكون عارفين الرولز بتاعتنا ومتدربين ان احنا نحل عليها problems كتير. طيب scientific reason او السبب العلمي. mention the scientific reason او اذكر السبب العلمي. انا كاتبة الاسئلة دي بالاجابات بتاعتها عشان تبقى الاجابات يعني ايه زي ما تكون نموذجية، بس في نفس الوقت نكون فاهمين ان احنا ازاي نقدر نسترسلها ونقدر نراجعها ونبقى فاهمينها برضو. طب تعالوا نقراها مع بعض. The nucleus of the atom is positively charged. ليه؟ ايه هو السبب العلمي اللي بيخلي nucleus of the atom، النواة بتاعة الاتوم او الذرة، بتبقى positively charged؟ احنا اتفقنا ان الاتوميك structure اللي هي النيوكليوس كانت من ضمن الاتوميك structure او التركيب الذري لكل اتوم او لكل element. طيب النيوكليوس دي كانت بتحتوي على ايه؟ النيوكليوس contain البروتونز and neutrons. طيب وخدنا كمان وعرفنا ان الماس of protons and الماس of neutrons is ايه؟ هي اكبر بكتير من حجم الالكترونات او الالكترونز اللي بتبقى خارج النيوكليوس. طيب معنى كده النيوكليوس دي اللي بتحتوي على البروتونز وبتحتوي على النيوترونز. البروتونز بتبقى ليها تشارج موجبة، النيوترونز بتبقى التشارج بتاعتها نيوترال او متعادلة، فبالتالي بيبقى غالب عندي التشارج بتاعت البروتون. لان احنا اهو تعالوا كده نقرا الاجابة. because the nucleus contain positively charged protons، البروتونات ذات الشحنة الموجبة، and neutrally charged neutrons. بس الإجابة دي كافية جدا. أنا كل اللي قلته ده عشان بس نفتكر مع بعض إيه التدرج أو التدرج بتاع المعلومة.
انما انتوا كافي جدا ان احنا نقول ان عشان النيوكليوس بتحتوي على positively charged protons and neutrally charged neutrons. The second question in scientific reason. The mass of the atom concentrated in its nucleus. دي برضو الإجابة هنا ليها علاقة بالإجابة اللي احنا لسه أنا قايلاها من شوية، بس اللي هي إن حجم الماس أو الكتلة بتاعة الأتوم متمركزة في النيوكليوس، وإن حجم الإلكترونز على إنه بيبقى صغير جدا بالنسبة لحجم البروتونز والنيوترونز، فبيبقى neglected أو مش محسوب. عارفين قريتها مرة في كتاب كده اسمه The Joy of Chemistry أو روعة الكيمياء، إن حجم البروتون والنيوترون بالنسبة لحجم الإلكترونات زي الفرق ما بين حجم الفيل وحجم البرغوث أو النملة. يعني كأن البروتون والنيوترون دول فيل، والإلكترونز عبارة عن برغوث أو نملة موجودة على ظهر الفيل هيحس بيها؟ أكيد لأ. هيبقى الكتلة كلها متمركزة أو متمركزة في البروتونز and neutrons founded in the nucleus. يبقى الإجابة عندنا because the mass of the electrons is neglected، يعني لم يتم حسبانها أو لا توضع في الحسبان in calculation compared to the mass of the protons and neutrons. تمام. طيب السؤال اللي بعده برضو scientific reason. The difference in energy level in which electrons revolve. يعني ايه الفروقات او الفروق اللي ما بين الانرجي ليفلز اللي بناء عليها بيتم دوران الالكترونات فيها. بص يا ولاد، هي حاجة احنا ما خدناهاش قوي في الجزء ده من الدرس، بس هي ليكوا انتوا او للي حابب يعرف. كل انرجي ليفل هي اسمها ايه؟ مستوى طاقي. كل انرجي ليفل ليه انرجي معينة، ليه طاقة معينة، والالكترون بيبقى ليه برضو طاقة معينة. كل انرجي ليفل ليه عدد معين من الالكترونات اللي بتبقى قادرة ان هي تعمل ساتوريشن لهذا الانرجي ليفل. طيب اجابة السؤال هنا بمنتهى البساطة نقدر نقول because each energy level is saturated with specific number of electrons using الايكويشن دي اللي احنا لسه قايلينها من شوية في الأكمل 2 باي n سكوير 2، لأن كل مستوى طاقي بيبقى saturated أو مشبع بعدد معين من الإلكترونات. بس دي إجابة كافية جدا وسهلة علينا إن احنا نفتكرها ونتذكرها بسهولة. طيب السؤال اللي بعدها كالسيوم. الكالسيوم اللي هو الاتوميك نمبر بتاعه 20 from alkaline earth metal. هو هنا كأنه عاوز ان انت تثبت ان ليه الكالسيوم من المجموعة اللي هي اسمها alkaline earth metal. عشان تثبت كده لازم تعمل electronic configuration للكالسيوم. طيب انا عندي الكالسيوم النمبر الاتوميك نمبر بتاعه 20، يعني النمبر اوف الكترونز از 20. طيب ادي الفيرست انرجي ليفل saturated with 2، second energy level saturated with 8، هيتبقى معانا 10 الكترونز. ال10 الكترونز هيتوزعوا على الام and n. ما ينفعش اني احط كل ال10 الكترونز في third energy level. طيب ليه؟ علشان لازم الأول أعمل saturation بالأوكتيت ستيت ب8 إلكترونات، وبعدين أعمل إشغال للإنرجي ليفل اللي بعده، وبعد كده لما تبقى إلكترونات أبقى أرجع تاني أكمل الإلكترونز اللي موجودة يعني أنا دلوقتي بالنسبة لي النمبر أوف إلكترونز اللي موجودة بعد السكند انرجي ليفل، النمبر اوف الكترونز في كل انرجي ليفل من اللي موجودين عندي بعد كده في الاتوم، لو في 8 الكترونات بيبقى مستقر اكتر، لان ال8 الكترونات دول بيحققوا البير الكترونز او الالكترونات الزوجيه، ان يبقى في
A يعني 2 electrons 2 electrons 2 electrons 2 electrons. تمام؟ فبالتالي بوصل لحالة استقرار نوعا ما للإليمنت أو للآتوم. تمام؟ فأحط بقى عندي بقية الإلكترون بعد ال8 إلكترونز أحطها في الإنرجي ليفل اللي بعده، ودي حاجة كمان ليها علاقة أكتر بالسب إنرجي ليفل، فمش هنتعمق فيها قوي دلوقتي. طيب يبقى its electrons saturate 4 energy level. طب مادام هو 4 energy level، مادام 4 energy level يبقى هو موجود في البيريود نمبر ايه؟ البيريود نمبر 4. and outermost level has 2 electrons. يبقى هو موجود في جروب نمبر 2A اللي هي اسمها ايه؟ alkali earth metals. إذن الكالسيوم 20 located in group 2A in periodic table. جروب اللي هي الجروب بتاعة الالكالاين ايرث ميتال. يبقى انا كده اثبتنا ان الكالسيوم من العناصر اللي هي او مجموعة العناصر اللي اسمها الالكالاين ايرث ميتال. Number 5. The physical properties is differ from one element to another. ازاي الخواص الفيزيائية لكل element مختلفة عن التانية؟ لان هما بالفعل مختلفين. Because the element have differences between them. الelements نفسها فيها اختلافات ما بين الفيزيكال properties وبعضها، زي الميلتنج بوينت، زي البويلنج بوينت، زي الفيسكوستي، زي الدينستي، زي كل الحاجات الفيزيكال بروبرتيز اللي احنا اخدناها في الفيديو الخاص بالفيزيكال بروبرتيز. اوكي. The last one in scientific reason. كلورين اللي هو Cl17. 17 دي اللي هي الاتوميك نمبر. is form of non-metals. ليه هو يعتبر non-metals؟ لسه قايلين من شوية الميتالز على حسب النمبر اوف electrons in the outermost energy level اقدر اعرف اذا كان الاليمنت بتاعي metal or non-metal. نعرف ان هو metal لو number of electrons in the outermost energy level less than 4 electrons. لو number of electrons in the outermost energy level more than 4 electrons 5 or more يبقى انا عندي كده ايه؟ يبقى أنا عندي كده this element is non-metal. طب تعالوا نعمل electronic configuration of chlorine 17 and see. أهو the first energy level saturate with 2 electrons, second energy level saturate with 8 electrons, and the remaining electrons will be 7 electrons. Saturate the outermost energy level, the third energy level, and this number of electrons is more than 5 electrons in the outermost energy level. So the outermost energy level has filled by more than 4 electrons. So this this element is non-metal element. Okay. تعالوا نعمل comparison دي. Compare between sulfur is an element and calcium. sulfur الاتوميك نمبر بتاعه اهو احنا قلنا ان الرقم اللي بيبقى موجود في تحت in the bottom of the symbol اسمه الاتوميك نمبر. الرقم اللي بيكون موجود فوق اسمه الماس نمبر. and the same in the second element. طب يلا تعالوا نشوف الاتوميك نمبر in sulfur. الرقم اللي تحت يبقى كام؟ 16. الاتوميك نمبر اوف كالسيوم الرقم اللي تحت اللي هي كام؟ 20. الاتوميك ماس الرقم اللي فوق وفاكرين قلنا الاتوميك ماس هو النمبر اوف اوف بروتونز بلس نمبر اوف نيوترونز. طيب الاتوميك ماس بالنسبة للعنصر الاول S او السلفر هو 32. بالنسبة للعنصر التاني هو 40. number of electrons equal atomic number. يبقى number of electrons 16.
number of electrons of calcium is 20. number of neutrons اوكي. طب يبقى انا كده هعمل ايه؟ هاخد النمبر of protons equal number of electrons، وعشان اجيب number of neutrons هجيب الماس number واقول ان number of neutrons equal atomic mass minus number of protons. يبقى هقول 32 minus 16 تبقى كام؟ also 16. the same thing 40 اللي هي الatomic mass of calcium minus number of protons اللي هي equal للatomic number 20. يبقى number of neutrons is 20. number of energy level occupied يعني ايه؟ عدد المستويات الطاقة اللي هتبقى مشغولة بالإلكترونات في كل element. طيب تعالوا نشوف، احنا عندنا هنا number of electrons او الatomic number او number of protons 16. طب لما اجي اعمل هنا electronic configuration ادي السيمبل بتاعتي، يبقى هاخد اهو ادي الفيرست energy level بيبقى saturated ب 2 electrons، second energy level saturated by 8 electrons، هيتبقى عندي كام؟ 6 electrons او 2 8 يبقى 10، يبقى 6 electrons هتكون موجودة فين؟ في الثيرد energy level. يبقى أنا عندي كده number of energy levels occupied with electrons كام؟ 3 energy level. طب تعالوا نشوف التاني، الكالسيوم اهو. كالسيوم الاتوميك نمبر بتاعه كام؟ 20. ادي اهو first energy level بيبقى saturated with 2 electrons، second energy level saturated with 8 electrons، third energy level هنحط فيه كام قلنا؟ هنحط 8 electrons وهيتبقى عندي كام؟ 2 electrons هنحطهم في outermost energy level. يبقى number of occupied energy level in calcium is 4 energy level. اوكي تعالوا نشوف البروبلم اللي بعدها. The number of protons of an element are 13. number of protons دي بتقول لنا حاجات كتير قوي، يعني بتقول لنا كمان ان number of electrons 13، وبتقول لنا ان الatomic number 13 اهو قبل ما نشوف حتى الاسئله. and its النيوترونز بتاعته are more than its number of protons by 1. يعني هي زي لغز او فزورة شوية، بيقول ان عدد النيوترونز بتاعة الاليمنت ده are more than its number of protons by 1، يعني اكبر من رقم النمبر of protons بواحد، يبقى النمبر of neutrons عنده كام؟ 14. طب تعالوا نشوف الاسئلة. النمبر of electrons قلنا ان هي equal للنمبر of protons، يبقى النمبر of electrons هتبقى كام؟ 13 electron. number of neutrons more than its number of protons by 1، يعني اكتر من النمبر of protons اللي هي 13 بواحد، يبقى هتبقى كام النمبر of neutrons؟ 14 neutrons. صح كده تمام. write electronic configuration. ماشي، انا عندي هنا هوت النمبر اوف الكترونز والنمبر اللي هو النمبر اوف بروتونز اللي هو الاتوميك نمبر. يبقى لما اجي اعمل electronic configuration ادي الفيرست energy level هتبقى saturated with 2، second energy level هتبقى saturated with 8، هيتبقى عندي كام من ال 13؟ هيتبقى عندي 3 electrons هيكونوا موجودين في outermost energy level. يبقى انا كده عملت له electronic configuration. طب هو عايز كمان الفالنسي، طبعا من هذا من الconfiguration اللي احنا عملناه outermost energy level فيها less than 4 electrons، يبقى هذا element عبارة عن ايه؟ عبارة عن metal. طيب لما هو يبقى metal يبقى الفالنسي بتاعته equal للنمبر of electrons filled the outermost energy level، يبقى الفالنسي بتاعته ايه؟
اسمها نقول trivalent او هتكون الفالنسي بتاعته بلس 3. ليه بلس 3؟ لان احنا قلنا ان في ال energy level last energy level لما بيكون فيه less than 4 electrons بيميل لان هو ايه؟ يفقدهم. مادام فقد 3 electrons يبقى number of protons عنده هتبقى اكتر بعدد الالكترونز اللي هو فقدها. فقد 3 electrons يبقى هو عنده 3 positive charge زيادة عن الالكترونز اللي هو يعني فقدها. لان احنا اصلا في الاصل الاتوم وهي متعادلة بتبقى number of proton equal number of electrons. يبقى الاتوم دي لما تفقد الكترونز فقدت 1 هيبقى عندها بروتون زيادة، فقدت 2 هيبقى عندها 2 بروتون زيادة، فهيبقى عندها positive charge اكتر من الالكترون تشارج او اللي هي النيجاتيف تشارج بتاعت الالكترونز. فالفالنسي هنا هتبقى تراي فالنت ثلاثي التكافؤ او بيبقى بلس 3 الاتنين نفس الحاجة. طيب دي another problem. an element رمزنا له بالرمز x وقلنا ان السيمبل اللي تحت ده اللي هو الاتوميك نمبر، السيمبل اللي فوق اللي هو الماس نمبر. its electrons are distributed in 2 energy level. الالكترونز بتاعته متوزعة في 2 energy level. خلاص تمام، اهو متوزعة في 2 energy level. قبل واحدة كده مع بعض. مادام 2 energy level يبقى اكيد اهو ادي الاكس اهو اللي هو ده، يبقى اكيد الاولاني ده فيه 2 صح، لان احنا مش هينفع الالكترونز تروح للسكند انرجي ليفل غير لو الاولاني مشبع، والاولاني بيشبع بكام؟ ب2 الكترونز، يبقى الاولاني فيه 2. طيب نشوف نقرا بقيه المساله عشان نعرف هنعمل ايه، او هنعرف ايه المعلومات التانية اللي هتساعدنا نحل المساله. اهو its electrons are distributed in 2 energy levels and the outermost energy level contain 4 electrons. معنى كده ان الاولاني 2 زي ما قلنا، دي امر بديهي. طيب السكند فيه 4 electrons and there are 6 neutrons. عنده 6 neutrons in its nucleus، في النيوكليوس بتاعته. عايزين ايه بقى؟ عايزين اول حاجة الالكترونيك كونفيجوريشن، احنا عملناه هو من قبل ما نطلبه. اهو قلنا متوزع الالكترونز بتاعته على 2 انرجي ليفل، مش هيقدر يملى السكند انرجي ليفل بالفور، مش هيقدر يملى السكند انرجي ليفل بالفور الا اذا عمل ساتوريشن للفيرست انرجي ليفل بال2. يبقى ادي 2 ادي 4، ادي ايه الالكترونيك كونفيجوريشن. طب الاتوميك ماس، طب احنا الاول عايزين نجيب الاتوميك نمبر. الاتوميك نمبر هو النمبر اوف الكترونز اللي هي ايكوال للنمبر اوف بروتونز. يبقى انا عندي هنا النمبر اوف بروتونز اللي هي equal للنمبر اوف الكترونز هتساوي كام؟ 2 plus 4 equal 6. طب هو هنا طب الاتوميك ماس ده عبارة عن النمبر اوف بروتونز plus number of neutrons. number of protons قلنا ان هم 6، number of neutrons هو مديهاني في البروبلم 6 برضو، يبقى الاتوميك ماس equal كام؟ equal 12. symbol of elements and its A and its Z. طيب احنا قلنا هذا symbol of element، احنا قلنا هو طبعا هو المفروض ان هو عنصر الكربون، هو الاتوميك نمبر بتاعه 6 اللي هي الزي الاتوميك نمبر، والماس نمبر بتاعه او الاتوميك ماس بتاعته هو 12. تمام.
تمام. The last questions in this revision بتقول ايه؟ The fertilizer composed of نقط element which help in greening of plant leaves. فاكرين لما اتكلمنا عن الأورجانيك fertilizer أو الأسمدة العضوية واتكلمنا عن ال NPK وقلنا إن النيتروجين، الفوسفورس، البوتاسيوم، إن كل دي عناصر مهمة جدا للبلانت وللنباتات علشان تنمو نمو صحي. فهو هنا بيقول أنه element من دول مهتم بالجرين. ممكن نراجع مع بعض العنصر أو الحاجة الخاصة بالفيديو الخاص الفيديو الخاص بالفيرتيلايزرز هتلاقوها في الجزء التاني من اليونت من الدرس الأولاني. علشان نبقى عارفين ايه، نبقى عارفين ان النيتروجين هو العنصر المهم جدا عشان الجرينينج اوف بلانت. الفوسفورس مهم جدا ان هو يعمل سبورتنج للبلانت. البوتاسيوم مهم جدا للبلانت جروث. تمام. فاحنا نراجع احسن على الجزئية دي ونبقى عارفين ان كل هو اسمه NPK، فكل عنصر من دول بيفيد النبات بطريقة مختلفة. الجرينينج اوف بلانتس ليف بيبقى اللي بيساعد الاليمنت اللي بيساعد على الجرينينج اوف بلانت ليفز هو النيتروجين. تمام. طيب deuterium is form isotopes of نقط element deuterium. طيب الايزوتوبس، فاكرين الايزوتوبس قلنا ان هي بتبقى نفس الاليمنت ولكن ونفس عدد البروتون ونفس عدد الالكترون، ولكن اللي بيختلف عندي ايه؟ الماس. يبقى اللي بيختلف عندي number of neutrons هي اللي بتختلف عندي في الايزوتوبس. برضو الجزئية بتاعت الايزوتوبس ليها فيديو خاص بيها نقدر نراجع عليه عشان نفهمها اكتر. الديوتيريوم كانت من ضمن الايزوتوبس اوف هيدروجين. تمام. احنا كده خلصنا مراجعة اليونت الاولى. يا ريت تكونوا استفدتوا منها. واتمنى ان اللي يحب طريقة الشرح ويحب الفيديوز بتاعتنا ان هو يعمل اشتراك في القناة ويعمل لايك للفيديو. وتابعونا ان شاء الله طلبة الصف الاول الاعدادي وطلبة الصف الرابع. ان شاء الله الفترة الجاية هنحاول نكثف الفيديوز اكتر عشان نوصل لاكبر عدد ممكن من المراجعات. كل سنة وانتم طيبين. خلاص الترم الاولاني تقريبا احنا عدينا نصه، فذاكروا كويس، واللي لسه ما بدأش يلم اموره ويذاكر كويس يظبط اموره كده ويذاكر كويس، لان هي الساينس بس محتاجة مننا مذاكرة كويس وتركيز، مش وقت كبير قد ما احنا نذاكر واحنا مركزين. ان شاء الله اشوفكم الفيديو اللي جاي مع قناة هلو ساينس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.